حزب التغيير والتنمية، مصري وبس. اهلا وسهلا بيكم. احنا في حزب التغيير والتنميه هدفنا ان احنا نقدم لكم مجموعه من الحلقات حوالين التوعيه السياسيه على اساس نساهم في بناء مصر كبلد احسن لنا كلنا. النهارده هنتكلم عن يعني ايه حزب. الحزب طبعا هو عباره عن تجمع لمجموعه من الناس هدفهم ان هم يحققوا هدفين. الاول ان هم يوصلوا للمشاركه في السلطه، الثاني ان هم عندهم مجموعه من الافكار عايزين يقدموها للناس على اساس ان البلد تستفيد منهم وتستفيد من خبراتهم. طبعا في تعريفات كتيرة جدا للأحزاب. لازم نتكلم أول حاجة أن الحزب هو تعبير سياسي، يعني هو بيعبر عن هدف سياسي أو عمل سياسي. طبعا ممكن يبقى الهدف السياسي ده هدف لمجموعة بس من المواطنين، ممكن يبقى هدف لبلد كاملة مع بعضها. يبقى نتفق على أنه التعريف السياسي للحزب هو عبارة عن مجموعة من المواطنين عندهم أهداف سياسية واجتماعية محددة، بينظموا نفسهم في شكل قانوني في شكل رسمي. الهدف بتاعهم هو المشاركة في السلطة أو الوصول للسلطة، تحقيق البرنامج. ده كرؤية عامة للأحزاب. طبعا الأحزاب بدأت إمتى؟ معظم الأحزاب بدأت في بداية القرن الحالي، في طبعا من بداية القرن اللي هو القرن العشرين، من أول 1910 1914 بدأت كتير من الأحزاب تظهر في الصورة. في بدايات طبعا بدأت قبل كده في بريطانيا، كانت عبارة عن تجمعات لرجال أعمال أو نبلاء أو كده، وكانوا بيحاولوا يأثروا على صناعة القرار من خلال الكلام مع الملك أو من خلال الكلام مع الملكة. الشكل بتاع الأحزاب اللي احنا عارفينه دلوقتي أكتر حاجة ظهر فيها من بعد الحرب العالمية الثانية، من بعد 1950. الأحزاب زي ما قلت لها 3 مقومات أساسية بتحركها. رقم 1 إن بيجمعهم مجموعة من الأفكار المشتركة، ساعات يتعبر عنها بأنه نقول عندنا مثلا أيديولوجية، ساعات بنقول إن إحنا عندنا مبادئ عامة أو سياسات عامة، لكن في الآخر هي مجموعة أفكار مشتركة. الأفكار دي هي اللي بتشكل الهدف الرئيسي للحزب. الحاجة الثانية إن يكون عنده تنظيم، يعني مجموعة قواعد منظمة بيشتغل فيها من خلال نظام رسمي. الحزب المفروض دايما يكون له شرعية سياسية، بمعنى ان الدولة سامحة بوجوده. يكون له شبكة اتصالات كويسة، بمعنى ان هو ما بيكونش معبر عن جزء بس من البلد اللي بيشتغل فيها، لكن يكون معبر عن البلد كلها. ثالث حاجة انه الهدف بتاع الحزب ده هو اما ان هو يشارك في صناعة القرار، أو يوصل لتشكيل حكومة أو المشاركة في السلطة، أو أنه يساهم في الحفاظ عليها. في الآخر خالص الحزب بيعبر عن رغبة مجموعة كبيرة من المواطنين أنهم يوصلوا لدولة، يوصلوا لأنهم يساعدوا في الدولة في أنها تاخد أفضل قرار ممكن. عشان كده احنا في بلدنا النهاردة في مصر مهتمين جدا أنه مش يبقى بس عندنا أحزاب، لا، يبقى عندنا أحزاب كويسة، أحزاب قوية، أحزاب بتمثل مصر، وأحزاب في الآخر خالص ناجحة في إنها تبني بلدنا بحيث تكون أحسن بلد.